العادي بنشوف يعني دور للأيتام، دور للمسنين، لكن الحقيقة أنا أول مرة أسمع عن دار أو مكان أو بيت ضيافة للأسف في الكلمة المشردين، إن يكون في حد إنه يقول لا دول مش مكانه، ده مش مكانه الشارع، ده مكانه مكان بين 4 حيطان، ده مكانه ينام على سرير، ياكل في طبق، يبقى إنسان. ده اللي عايزين النهارده نتكلم عنه. هي الفكرة جات لي كأي حد عنده إنسانية. لقى واحد في الشارع، راجل عجوز مسن، لقيته في الشارع شبه بيحتضر ومحتاج مساعدة. ابتديت ان انا اتعامل معاه. واجهت مشاكل كتير جدا، لاني للأسف من اول ما طلبت ليه الاسعاف ما كانتش عايزة تشيله. المستشفيات مش عايزة تقبله لان ما معهوش ورق، وده مشرد، وانت تقرب له ايه وبتساعده ليه، وكلام كتير من النطاق ده، بس انا ما اهتمتش. كانت اول حالة خليتك يعني تقرر ده؟ دي اول حالة فعلا، وابتديت ان انا اساعده وصممت وما سبتوش غير لما دخل فعلا المستشفى. وبعد كده دخلته دار خاصة بضمانتي، يعني بسيب، هو بيبقى معهوش ورق، بسيب البطاقة بتاعتي ضمانة ان هو يقعد في الدار دي. وبدل الحالة بقوا 2 بقوا 3 لحد ما انا ما بقتش قادر ان انا اسد، لان الدور دي استثمارية وبتاخد مبالغ كبيرة. لما العبء زاد ولقيت في آلاف من الناس دي محتاجة المساعدة بنفس الطريقة، فكرت ان انا اعمل دار للمشردين بلا مأوى. وبالفعل ابتديت ان انا اعملها، وزي ما انت شايفه كده الوضع. مد ايدك معايا، مفيش مقدرش مفيش كفايه، فكره صغيره بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك، يملى الدنيا نور ويجيلك، واللي النهارده قدمته راجع بكره ليه. كان في اعتراضات، ولا مش هتقدر، ودي حاجة كبيرة، ودي حاجة ما ينفعش ان احنا نعملها، وده شغل الحكومة مش شغلنا، وانت مش تقدر تعمل ده كان كتير جدا. وبالعكس برضو كان في ناس مشجعة جدا للفكرة وساعدت معايا. والكيان ده ان هو يقوم في خلال شهر بالمنظر ده ناس فعلا بتحب الخير، وناس ساهمت من كل قلبها. في شهر واحد عملنا كل ده. انت مأجر هنا، انت جيت أجرت مكان وجبت ووضبته وفرشته، حتى الجنينة اللي احنا قاعدين فيها دي احنا اللي زرعينها. بنحلم ببكرة غير بكرة، تيجي البسمة معاه، وبكرة ده مليان خير، شايفة عينينا عايشين وياه. انا بدأت بمكان صغير ان هو يشيل على قد ما يقدر، تمام، بس فكرتي ان انا اعمل مكان كبير جدا، مدينة ليهم فيها كل النشاطات اللي هم يحتاجوها، وفيها كل الرعاية. وان شاء الله هحاول ان انا اشتغل على الفكرة دي ان شاء الله. وبالتالي كمان في بعض منهم بيبقى تايه من اهله، ممكن تحاول ترجعه لاهله. بالفعل كان في حالات عندنا، اكتر من 3-4 حالات كانوا في الشارع وجبناهم. وبعد ما جبناهم وابتدينا ان احنا ندور على اهاليهم، وصلنا لاهاليهم واهاليهم جات واستلمتهم. وانت عشان احنا زعلناك بحاجة؟ ها؟ احنا زعلناك بحاجة؟ ها؟ زعلناك بحاجة هنا؟ زعلناك بحاجة ولا ايه؟ زعلناك بحاجة ولا ايه؟ ايه مش كده؟ تعالوا ماشي وقت ها؟ لا ما تنفعش. شو بالله لاني كويس بالسلامة. لو الحالة دي حد متسول، ده طبعا ما بيرضاش يجي تماما، لان هو بيبقى بيسترزق زي ما بيقولوا. بالنسبة للحالات التانية اللي هي تستحق المساعدة، ده بيبقى حد
لا اما هو زهايمر مش واعي هو فين ومش عارف هو فين ومش دريان بالدنيا اساسا. في الحالة دي ببتدي ان انا احاول ان انا اتكلم معاه، لو مستجيب وواعي للكلام بنتكلم مع بعض وبقنعه ان هو ان انا هوديه مكان نظيف يعيش فيه، بدل الرمية في الشارع كده. بيستجيب، باخده بموافقته تماما وببتدي ان انا اتحرك على اقرب مستشفى. المستشفى بتروح القسم الاول تعمل محضر او حاجه؟ لا. بعد المستشفى بعملها، اول حاجه بعملها مستشفى عشان انقذه، لان دايما بتبقى حالتهم متدهوره جدا، في حاله لو اتاخرتي عليها ممكن هو يتوفى. وفعلا في حاله توفت معانا، يعني كان حد بلغنا بحاله كانت في الخلفاوي ورحت شفتها، وما كانش فيه الدار دي موجودة. فكنا بنعمل ايه، اني انا قبل ما انقل الحالة بحاول ادور له على مكان ليه. فالوقت اللي انا كنت بدور فيه على دار، تاني يوم بالظبط رحت عشان انقله لقيته مات في مكانه. اول ما نخرج من المستشفى بتوجه للقسم، بقول انا لقيت الفرد ده في المكان ده، وعايز اعمل محضر ان هو هيبقى في رعايتي. لو انا قدرت من الحالة ان انا اعرف اسمه ايه ببلغ اسمه، وبعمل محضر ان الشخص ده انا لقيته في المكان الفلاني وهو في عودتي في المكان الفلاني بالظبط. ده اللي بيحصل. انت مش متخيله، انت بتنقلي كانك يعني شخص انقذتيه من الموت ودخلتيه في حياه جديده نظيفه. يعني هم كان كل املهم، يعني كان بيجي حد يقول لي لما بقعد اتكلم معاه في الشارع يقول لي انا مش نفسي في اي حاجه، انا نفسي استحمى، مش عايز اي حاجه خالص غير ان انا بس استحمى، اخش حمام زي البني ادمين. عم سيد ده كان حالة، يعني ده انا نفسي ارتبطت بيه ارتباط مش عادي. هو كان موجود في العباسية، في ميدان العباسية، تمام. كان شبه يعني في غيبوبة تامة، وكان في جروح في جسمه، كان عنده قدم سكري. قدم سكري شبه يعني الدود بيمشي في الجروح بتاعته، غيبوبة تمام. واظن انه كمان شكلا يعني السواد اللي على وشه ده كان في حالة يعني شبه كم سنة كده يعني لا يقل عن مثلا 2 3 سنين. هو مشرد طول حياته، يعني اهله رامينه في الشارع، بس في الوضع اللي هو فيه ده ما شافش نظافة من 2 3 سنين يعني مينيمم. ابتديت ان انا اتحرك، اتحركت ليه بالفعل على المستشفى طبعا. طلبت له الاسعاف اول حاجة عملتها، وساعدتني في الحالة دي انسانة جميلة اسمها الهام الكومي، برضو حد بيحب الخير جدا. ابتديت ان انا اطلب له الاسعاف، ودي كانت اول حاجة الاسعاف تيجي، جت شافت الوضع، لا مش هنشيله. ليه حضرتك مش هتشيله؟ اصل ده يعني متشرد واحنا ما بنشيلش متشردين، والمستشفى مش هتقبل. طب ما هو انت ضامنه خلاص يعني. بعد يعني نقاش مع المسعف اكتر من نص ساعة قرر ان هو يشيله مع ان هو ياخد بطاقتي. رحت القصر العيني، اهتموا بالحالة وعملوا له الاسعافات الاولية، وابتدوا ان هو يعني يسعفوه مبدئيا، تمام. الكلام ده كله بعد طبعا ما اخدناه نضفناه وحميناه، بيفوق بعد كده
بيتفاعل معاكي وبتحسي بتحسن في صحته وبتحسي ان هو انتي اهله، يعني بتحسي ان هو حد من عيلتك. لو يوم مثلا ما رحتش زرته واطمنت عليه ببقى في حاجه ناقصاني. ده هو فين دلوقتي؟ هو الله يرحمه توفى من شهر ونص، بس عاش اخر 8 شهور في حياته حياه كريمه يعني. عم عبد الحميد ده حد لقيناه مرمي قدام مستشفى المطرية، وهو كان حد بيتكلم 4 لغات، تمام، وحد مثقف جدا، بس مش عارف فين بيته، مش عارف فين اهله، مش عارف، زهايمر. شبه كمان ان احنا مثلا لما نيجي نتكلم معاه او اجي اتكلم معاه واروح له تاني يوم ما يفتكرنيش. انت ممكن حد يعني ايه يستعصي عليك في الاول فتضطر تروح له كذا مره لحد ما تبدا تقنعه؟ ده لو هو في الشارع كتير بتحصل، كذا مره. تابع كمان يعني طبعا. مش مثلا واحد قال لك لا خلاص فخلاص بتسيبه؟ لا لا لا، بروح له اكتر من مره وبحاول ان انا مثلا اخد له حاجه وانا رايح، احسسه ان انا مش عايز منه حاجه غير ان انا اساعده، اتكلم معاه، ممكن اقعد معاه بنص ساعه ساعه، احاول اقنعه ان هو يجي مكان يعيش فيه كويس، ولو ما وافقش بسيبه وبمشي وبجيله تاني. بس عم عبد الحميد الحمد لله اتحسن ورجع لاهله. عم عبد الحميد وصلنا لاهله بعد 7 شهور. فكر حاجه بدا يفتكر. ابتدينا نجمع معلومات منه عن اسمه، ابتدينا نجمع معلومات منه عن يعني لما الحالات دي بتشوف رعايه شويه بتبتدي حالتها تتحسن، وبتبتدي تتكلم معاها، ممكن اقعد اتكلم معاها بالساعة، احيانا يديني كلام ملوش اي مجال من الصحة، واحيانا يديني كلام مظبوط، فباخد كل الكلام على انه مظبوط واتحرى بنفسي ده مظبوط ولا لا، لحد ما وصلنا لاهل عم عبد الحميد، وهم برضو حاطينه في دار رعاية، بس هم متكفلين بيه. ما تعودناش في الخير نفاصل ولا بنساعد باللي فاضل، ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه، قدم خيرك بضمير مسامح، ده اللي في ايدنا يومين ورايح، لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. حالة عم حامد مرمي في موقف اتوبيس العتبة، تمام، وحد كلمني برضو تواصلت معاه. عم حامد لما دخلناه مستشفى المصريين ابتدى يتعمل له تشيك اب كامل على جسمه، بالفحص المبدئي لقينا ان هو عنده كانسر في عينه، وعنده قدم سكري، وعنده قرح في جسمه شديدة جدا. ابتدينا معاه دورة علاج طويلة، بعد ما حالته استقرت بنبتدي نقلناه في دار، بس انا كنت نقله في الدار هنا، بس لقيت ان هو بيحتاج رعاية طبية مكثفة، فنقلته في دار فيها رعاية طبية اكتر. وبخص بالشكر دكتور محمد ندى، ده دكتور محترم جدا، وهو اللي بيدخل الحالات دي على مسؤوليته الشخصية. أنا أصلا من خلال الحلقة دي يعني مش عارفة بدعو الأطباء، يعني أنت مش لازم تكون شفت حد وبتتواصل مع محمود، أنت ممكن تقول أنا يا جماعة، طبعا اللي يعني اللي فيه الخير يعني هيقول أنا ممكن أقدم الرعاية الطبية مثلا ببلاش، أنا ممكن أبقى موجود معاكم لو لقيتوا حد، يعني ما هو لازم يبقى فيه كده، يعني لازم يبقى فيه من كل تخصص. والله في ناس كتير جدا فيها خير وحابة تساعد وبتتواصل معانا يعني بتطلب ان احنا نديها اي مهمة تعملها، وبتعملها فعلا. احساسك لما ايديك بتمد الخير، اول ما تشوف الفرحة في عين الغير، وكأنك في السما طاير فوق اعلى من الطير، وكفاية يكون ربنا عنك راضي وفرحان. ما تخافيش، انت خايفة من مين؟ اللي خايفة منه مكتوب عليك وهتشوفيه، مهما يكون
ومهما يكون ايه، انت فيك اللي تغرب وراح بلاش، فيك اللي سافر ولا جاش، فيك اللي باع نفسه للحياة من غير ثمن، فيك اللي سهر الليل وتذل من الزمن. فيك حاجات كتيرة اتغيرتش، بس اللي اتغير فيكي شكلك وملامحك. اسألي كل حاجة من حواليكي تقول لك مين أنا ومين أنتي.